عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض المخروطه او القادسيه او زي ما بتسموها عندكم. احنا هنا في البحيره بنسميها ايه؟ المخروطه. انا معايا هنا كيلو ونص دقيق، انت حسب اللي انت هتعمليه، كيلو ونص كيلو. هي نفس الطريقه ونفس اللي احنا هنستخدمه. هي ما بتاخدش العجينه بتاعتها حاجه، دقيق وملح وميه وبس. ميه عاديه خالص من الحنفيه. انا هنا حطيت الدقيق بتاعنا ونخلته كويس وحطيت عليه رشه الملح. وهنا معايا ميه عاديه جدا. لازم تنخلي الدقيق بتاعك كويس جدا، اللي يكون فيه شوائب ولا حاجه وكده لازم تتجنبيها. وكمان لما بتنخلي الدقيق بتاعك كده بتدخلي الهواء جوه الدقيق وبيبقى ايه، حلو معاكي كده. الميه بننزل بيها بالتدريج، ما بننزلش بيها مره واحده، حتى لو انت عارفه المقدار مظبوط. كل ده لبناتي الصغيرين اللي لسه بيتعلموا في المطبخ. اما طبعا اخواتنا وامهاتنا الكبار دول ايه، بسم الله ما شاء الله عليهم، عارفين العجن ازاي والحاجه ازاي. تفضلي تعجني كده كويس بالشكل ده. كل ما اشرب شويه الميه اللي احطهم احط شويه تاني. ادي العجينه بتاعتنا يا حبايبي. طبعا انا نزلتها على الرخامه عشان اعرف اعجنها كويس جدا، زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. العجينه حلوه اهي، تكون ماسكه نفسها معاكي كده، ما تكونش طريه، عشان خاطر ما تاخدش منك كميه دقيق كتيره في الفرد. كلنا عارفين ان المخروطه او القادسيه بتاخد كميه دقيق حلوه جدا في الفرد. فانت عشان ما تاخدش منك دقيق كتير ما تخليهاش طريه معاكي. اعملي حسابك ما تعجنيش بالدقيق بتاعك كله. النص كيلو دقيق عجين بياخد منك حوالي ربع كيلو او اكتر شوية دقيق للفرد. لان اهم حاجة في الفرد بتاعها ان هي تكون عشان ما تلزقش في بعضها وتطلع معاكي خيوط كده وتطلع معاكي جميل. لازما كمية الدقيق اللي انت هتفردي عليها تكون حلوة، واللي انت هتقطعي بيها كمان. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت افرد الرخامة بتاعتي، لان العجينة طبعا بتاعتنا دي لا فيها خميرة ولا فيها بيكنج باودر ولا حاجة ولا سمنة ولا زيت ولا حاجة، هو ملح ومية ودقيق. فما بسيبها بس شوية كده وبقطع على طول. انا معايا هنا فردت الدقيق بتاعنا اللي احنا هنقطع عليه اهو، وهنبدأ نقطع فيها. زي ما انتم شايفين كده اهي العجينة بتاعتنا. بتاخدي الكورة بتاعتك كده، حاولي ما تكبريهاش، وخصوصا ايه، طبعا كله دلوقتي بيدخل بالمكنه اللي هي بتاعت المخروطه دي وبيعمل بيها حلوه جدا. وانا وريتكم في فيديوهات قبل كده ازاي تعملي بالسكينه. اهو هقطع بقى يا حبايبي كل الكميه دي بتاعتي كده العجين عشان يرتاح معايا وارجع له. كده يا حبايبي انا قطعت كل العجين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهوت. وكمان دلوقتي بقى هنروح نجهز ايه، الحله بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها المخروطه. انا معايا حله كده حطيت فيها رشه ملح، وحطيت فيها ربع ليمونه كده عشان خاطر الحله بتاعتك ما تسودش معاكي. زي ما انتم شايفين كده. والمصفى بتاعتها دي، الحله دي بتيجي جاهزه كده بالمصفى بتاعتها. بتحطي، لازم تحطي معالق كده، معالق اي عصيان عندك كده تحطيها خلف خلاف كده عشان ترفع القماشه دي شويه، عشان الحاجه بتاعتك ما تعجنش منك، تبقى الحاجه كده حلوه معاكي وما تستويش معاكي، وتبقى لما تستوي معاكي ما تبقاش معجنه. لازم ترفعيها شويه كده بالطريقه دي، زي انا ما حاطه المعالق دي. اي معالق عندك كده حطيها او شوك او اي حاجه. انا هنسيب دي دلوقتي وهناخد الحله دي نحطها على النار عشان تغلي معانا، عشان لما نفرد اللي هنفرده ونقطعه هنحطه على طول فيها.
بالشكل ده يا حبايبي. انا فردت كام واحده كده، بتفرديهم بايديكي كده وعلى كميه دقيق حلوه. اهم حاجه تكوني فردة على كميه دقيق كويسه عشان خاطر تطلع الحاجه مش ملزقه في بعضها. والمكنه بتاعتك بتكوني مظبطاها بالشكل ده، وبتاخدي تشغلي المكنه كده. طبعا انا بشتغل بايد واحده وايد ماسكه التليفون، فهسيبها لما تطلع خالص واوريها لكم. اهي شايفه بتبقى رقيقه بالشكل ده. وانتي شغاله كمان بتخرطيها لازما ايه تمطيها معاكي. هناخد واحده كده من اللي احنا فردناهم دي ونفرمها ونخرطها معاكم كده في الناحيه التانية اهي. ولازما تمسكي الدقيق كده ترش عليها كويس جدا، يعني ما تخليهاش ما فيش حته ما اخدتش دقيق معاكي. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان القادسيه او المخروطه دي بتاخد كميه دقيق فرد حلوه جدا. كل ما تديها دقيق بزياده كده بتطلع معاكي حلوه جدا. هناخد بقى الايد وننقلها في الناحيه التانية اللي هي عند الخرط، وبتخرطي بالشكل ده. طبعا عشان انا ماسكه التليفون بايد، كل ما انت هتشدي من هنا تشدي العجينه من هنا كده بتفرد معاكي وتبقى رقيقه معاكي كمان زي ما انت شايفه كده اهي. ولا اسهل من كده، يعني حاجه في منتهى السهوله اهي. زي ما انت شايفه عامله ازاي في منتهى السهوله، ما بتاخدش حاجه. طبعا انا عشان التصوير بس، انما هي طريقتها سهله جدا. شايفين ما شاء الله اهي، حاجه كده ولا في الخيال اهي. شايفه طالعه خيوط معاكي ازاي. نفرد واحده كمان، نعمل واحده كمان معاكم اهو. بحاول امطها كمان عشان كل ما هتمطيها كل ما هتطلع معاكي رقيقه وحلوه. وزي ما قلت لك اهم حاجه الدقيق طبعا. والبواخ بتاعنا على النار اللي هي الحله بتاعت المخروطه او الحله الكسكسي، بتاخديها بتحطيها الاول على النار تغلي معاكي، عشان اول اللي انت هتخرطيه وتحطيه يعمل معاكي على طول، عشان لما تيجي تحطي الجزء التاني يبقى ده استوى. ما تحطيش عجين على عجين، يبقى الاولاني خد سوا معاكي. يعني تخرطي 2 3 وتروحي توديهم على النار زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. المكنه ده حلوه يا بنات، حاولي تكون عندك في البيت بتاعك، اشتروها. بسم الله ما شاء الله. شايفين روعه. طبعا المكنه دي احنا بنعمل بها العيش بالجنب اللي هو هنا ده بتاع الفرد بتاع العيش، ودي بنعمل بها المخروطه كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله روعه. هخلص بقى كل الكميه بالطريقه اللي ام احمد وريتها لكم دي وارجع لكم. ادي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. احنا قطعنا شويه حلوين اهمت، وهنروح بقى ايه ناخد اهم حاجه تجيبي مصفى او حاجه وتهزي الدقيق الزياده اللي في المخروطه بتاعتك بالشكل ده، عشان ما لو فيها دقيق زياده بيعجن معاكي. هنا البواخ بتاعنا على النار، الميه بتاعته بتغلي طبعا اهي. هوريها لكم. لازم الميه بتاعتك تكون بتغلي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا انا حطيت القماشه ديت. لازم تكون عندك قماشه كده، اي قماشه نظيفه عندك. بعتذر على الصوت اللي طالع في الفيديو ده، جماعه جيراننا والله بيوضبوا في البيت بتاعهم، فعاملين صوت، العمال شغاله وعاملين صوت، فمعلش اعذروني يعني. زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه تفرديها كويس، كل شويه تعمليهم يكونوا دول استووا، تحطي فوق منهم، ما تحطيش عجين على عجين عشان يستوي معاكي كويس. اغطي بقى عليه كده واروح اخرط الباقي بالشكل ده اهو. تعملي كده وتروحي بقى تخرطي الباقي معاكي هناك. طبعا ما تخلصي الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. هخلص بقى كل الكميه بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي، طريقه سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسه، وهتطلع معاكم روعه ان شاء الله. هخلص كل الكميه كده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه اهي.
مفيش احلى من كده، سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. ولو عندك اولادك في البيت خليهم يساعدوكي كده، يشتغلوا معاكي، يشغلوا المكنه، يعملوا اي حاجه معاكي كده. شايفين؟ حاجه عظمه. لما هتعمليها في البيت مش ما عادش هتشتريها تاني من بره. طريقه سهله والله ما فيها اي حاجه، انا بس عشان التصوير وكده. لكن لو ما فيش تصوير بتلاقوني فريرة خلصتها بسرعة جدا. طعمها بقى حاجة انت عاملاها في البيت ولا اروع. شايفين؟ انا بنخل الدقيق زيادة كده اللي فيها عشان ما تعجنش معايا. ادي يا حبايبي الشوية اللي احنا حطيناهم في الاول، سيبناهم كده لما دخلوا في السوا. شايفين؟ اهو، ما تحطيش الحاجة نية على الحاجة نية. بسم الله ما شاء الله، ولا اروع من كده. هنحط دول كمان، وكل ما نعمل شوية نجيبهم كده. اهم حاجة تبصي على الحلة بتاعتك، اوعي المية اللي فيها تنشف. افردي المخروطة بتاعتك كده وغطي عليها وسيبيها تستوي عبال ما تخلصي كل الكمية بتاعتك. والله لو انت عاملة بصي حلتين هيخلصوا معاكي في اسرع وقت. بالطريقة دي هخلص بقى كل الكمية وارجع لكم. ادي المخروطة بتاعتنا يا حبايبي اهي، بعد ما خلصناها خالص. بسم الله ما شاء الله، حاجة اخر عظمة. طبعا هي اللي فوق دول لسه حطهم نيين زي ما انتوا شايفين كده، فما تحركوهاش الا لما تستوي عشان ما تتهريش معاك. زي ما انتوا شايفين كده انا هغطيها وهسيبها بقى لما تستوي كويس، وبعدين نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو، الموضوع هيعجبكم جدا ومش هتبطلي ان شاء الله. هتقومي، انا متوقعه ان انتي بعد ما تسمعي الفيديو ده هتقومي تعملها على طول. المخروطة اهي يا حبايبي اهي بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله عليها. هناخدها بقى عشان نرددها باللبن والقشطة، ولا اروع من كده. شايفين الجمال والروعة؟ اهي المخروطة بتاعتنا يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. لازم تسيبيها شوية لما تبرد عشان تعرفي تفككيها من بعضها كده. شايفين؟ عايزاكم بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد من ام احمد. وتشجعوني باللايك يا حبايبي، لايك لايك لايك. شايفين؟ ولا اروع من كده. انا هنا معايا ايه؟ معايا قشطه اللي هي وش اللبن، انا محوشاها عندي في الفريزر، وشويه لبن. مش موجود عندك ده ولا ده، عادي يا حبيبتي ردديها بالميه وهتبقى من ايديكي تحفه، او بشويه شوربه. بس بصراحه القشطه واللبن بيخلوها طريه معاكي وحلوه وبتديكي طعم حلو. لكن لو ما فيش ومش موجود، وانا عملتها يا ام احمد عادي جدا يا حبيبتي بحبه ميه او شويه شوربه، وتفككيها كده من بعضها، وبعدين ترجعيها تاني في الحله بتاعتك. تاخد لها كمان من تلت ساعه لربع ساعه تاني على النار كده، لما تيجي ترجعيها تاني على النار. بس بصراحة القشطة واللبن بيدوها طعم تاني خالص. طبعا انا عشان شغالة بايد واحدة زي ما انتوا شايفين هعملها هردتها كده بالقشطة وارجع لكم تاني. شايفين يا حبايبي المخروطة بتاعتنا بعد ما فككناها كلها بالجمال والحلاوة ديت كده بالقشطة واللبن، هنرجعها تاني الحلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا اللي بيقول عليها مخروطة زينا هنا في البحيرة يقول لنا، واللي ما بيقول عليها قادسية يكتب لنا في الكومنتات كده ويقول لنا انتوا بتشرفوني وبتشوفوني منين كده. اكتبوا لي يا حبايبي نتعرف على بعض كده اهو. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة. شايفين؟ مفيش اروع من كده. لو لسه اول مرة تعمليها جربي في نص كيلو بس، وانا اوعدك انك مش هتبطلي تعمليها. شايفين؟ حاجة كده ولا في الخيال. حاجة جميلة جدا ما بتاخدش معاكي وقت خالص. ليه تروحي تشتريها وانت مش عارفة معمولة ازاي، وممكن تكون معمولة ومغيبة عندهم محدش عارف ان عملوها ازاي وكده. لا، انت تعمليها طازة لأولادك بالطريقة دي في البيت بتاعك. لو حتى شوية صغيرين، لو جبتي نص كيلو دقيق عملتي، تجيبي نص كيلو تجيبي كيلو دقيق هيعمل لك شوية حلوين، لان هي في الفرد بتاخد دقيق كتير. واحدة تقول لي افرتها على نشا يا ام احمد، اقول لك لا، النشا ينشفها معاكي وما يخليهاش حلوة.
هخلص بقى افضيها كلها في الحله كده واروح احطها على البوتاجاز. ادي يا حبايبي المخروطه بتاعتنا رجعناها تاني على النار بعد ما فرفرناها كده من بعضها. الخطوه دي مهمه جدا عشان تتهوى معاكي كده، ولو في حاجه ماسكه في بعضها بتفرفريها كده من بعضها باللبن والقشطه كده او بالميه، بتروح حلوه معاكي زي ما انتم شايفين كده. هغطيها بقى واخليها تكمل السوا بتاعها ونرجع نشوف هنقدمها مع بعض ازاي. واو على الروايح يا ام احمد، بصراحه الريحه يا جماعه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. زبده بلدي بقى كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه ريحه ولا الخيال. اكله بقى ما ينفعش الشتاء يعدي من غير ما نعملها. شايفين المخروطه وهي سخنه كده لازم تحط لها الزبده بتاعتها. انا الزبده البلدي بجيبها واقطعها كده واحطها كور في اكياس واحطها عندي في الفريزر بالشكل ده. لما بعوز بطلع من غير ما اقطعها ولا حاجه، اخدها كده احطها على الاكل بتاعي، بتبقى ريحتها تجنن. بصراحه يا جماعه شويه مخروطه، ايه الجمال والحلاوه ده. شايفين مفيش احلى من كده. الله على الجمال والريحه اللي طالعه بصراحه ماليه البيت، ريحه تجنن، ريحه الشتاء وجماله، اكلات الشتاء وجمالها بقى. شايفين بقى يا حبايبي الجمال والروعه، الريحه بجد مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. بصي بقى، قومي دفي ولادك واعملي لهم الاكله التحفه دي، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر، مفيش احلى من كده. شايفين بتدفي البيت وبتدفي الاولاد، ما بتاخدش معاكي حاجه والله صدقيني، ما دام عندك المكنه دي مش هتاخد منك وقت خالص. حلوه جدا بشويه بقى زبده بلدي او سمنه بلدي كمان، ريحتها بصي بتبقى رهيبه زي ما انتم شايفين كده. لو حابه تعمليها وتعبيها في اكياس عندك في الفريزر لما يكون عندك عزومه او من وقت للتاني حابه تطلعيها وتقدميها لاولادك، بتعمليها بس قبل ما تحطي السمنه. يعني احنا ردناها باللبن والقشطه وسويناها سوا كامل، بعد كده ما بنحطش لا زبده ولا سمنه، بنسيبها تهدى خالص وبنفرفرها من بعدها كده وبنسيبها تهدى، وبعدين نعبيها في اكياس ونحطها في الفريزر، وكل ما تحبي تطلعي الكيس كده مفيش احلى من كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، روعه روعه بجد. وكل اللي هياكلها عندك وجوزك ان شاء الله هيشكرك عليها ان شاء الله. كل اللي هياكلها عندك هيقول مش هيصدق ان انت اللي عاملاها. طبعا صدقيني الحاجه انت عاملاها في البيت بايديكي بنظافه، انسي اللي معمول بره ده ومغيبه وريحتها عامله ازاي وطعمها عامل ازاي. نخلوا الدقيق او ما نخلوهوش، ما ايديهم نضيفه ايديهم مش نضيفه. حاجه انت عاملاها في البيت حتى لو اقل جوده من اللي انت بتجيبها من بره، يكفي ان انت عاملاها بحب وعاملاها هتطلع من ايديك حلوه ان شاء الله. يلا يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لأم احمد لايك وشير، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس. وانتظروني في فيديوهات تانية جديده كتير ان شاء الله قبل رمضان، مجموعه فيديوهات هتعجبكم جدا. الكسكسي كمان ان شاء الله هعمله لكم، انا عاملاه لكم قبل كده وعامله لكم المسروده، عامله لكم كل الاكلات دي بس بعيدها معاكم تاني لان في ناس تانية بتطلبها مني تاني. انا عملت لكم المخروطه اهوت، وان شاء الله هنعمل الكسكسي المره الجايه، انتظروا الفيديو. هخلي الكسكسي تعمليه لو بنوتك الصغيره دخلت المطبخ هتعمله في 10 دقايق. انتظروا الفيديو ده بجد هيعجبكم جدا. بحبكم في الله، سلام عليكم، باي باي.